نعود إلى الشأن الوطني. رياح الأزمة تضرب بقوة المقاولات المغربية. تقرير بعيد عن المحاباة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يؤكد أن المقاولات المغربية تأثرت وأوصاها بالإصلاح وبالبحث عن أسواق جديدة. التقرير السنوي ذاته أثنى على دور الحوار الاجتماعي في تحقيق السلم المجتمعي. روبورتاج إبراهيم مطار، محمد ريشي. سنة 2012 تميزت في المجال الاقتصادي بتأثر الإنتاج الوطني بالأزمة الاقتصادية التي تعرفها دول الاتحاد الأوروبي، مما ساهم حسب التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تباطؤ وتيرة النمو وانخفاض عدد مناصب الشغل. ولمواجهة ذلك يقترح تقرير المجلس مجموعة من التوصيات. ينبغي تقوية التنافس الاقتصاد الوطني من خلال أولا تقليص من تكاليف الإنتاج. النقطة الثانية وهو تحسين اللوجستيك، والنقطة الثالثة وهو وضع كذلك سياسة لتشجيع التصدير ولتقوية الاستثمار في مجال التصدير. التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم سنة 2012 الذي قدم صباح اليوم لممثلي وسائل الإعلام الوطنية توقف كذلك على الحوار الاجتماعي واعتبره وسيلة ناجعة حققت الوساطة الاجتماعية وخلقت مناخا من الثقة والحوار البناء. هذه الإصلاحات الكبرى اللي عندها صبغة اجتماعية كالتقاعد كالمقاصة ينبغي أن يكون فيه تشاور واسع، وأن نصل إلى تعاقدات اجتماعية جديدة من أجل التوصل إلى هذه التوافقات وإلى هذه التعاقدات الاجتماعية التي ستمكن بلادنا إن شاء الله من تسريع وتيرة هذه الإصلاحات الكبرى. تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أكد على ضرورة تعبئة التمويلات العمومية والخاصة لضمان انتقال بيئي أفضل، ونوه بالبرامج الوطنية الخاصة بالطاقة المتجددة.